في حد دلوقتي بيحاول يمسح بوست، يحذف صورة، يمنع خبر من الانتشار، وكل محاولة بتخليه ينتشر أكتر. ليه بالظبط؟ سنة 2003 المطربة والممثلة باربرا سترايسند اكتشفت إن صورة جوية لبيتها في كاليفورنيا موجودة على موقع بيوثق التغيرات الساحلية في الولاية. الصورة كانت واحدة من 10,000 صورة تانية على نفس الموقع، محدش كان بيهتم بيها، محدش كان بيلاحظها أصلاً. سترايسند رفعت قضية عشان تجبر الموقع يشيل الصورة، طلبت 50 مليون دولار تعويض. ليه القرار ده كان أسوأ قرار ممكن تاخده؟ قبل القضية الصورة كانت اتحملت 6 مرات بس، 2 منهم كانوا محاميها. بعد القضية وفي شهر واحد بس أكتر من 400,000 شخص دخلوا يشوفوا الصورة. القضية اتأرفصت ودفعت مصاريف المحامي الخاص بيها، والصورة بقت في كل مكان. الباحث في علم النفس جاك بريم كان له نظرية من الستينات اسمها نظرية المقاومة النفسية. فكرتها بسيطة، أي محاولة تمنع حد من حاجة بتخلي الحاجة دي تحس أهم وأثمن في نظره، مش لأن الحاجة اتغيرت، لأن حريتك في الوصول ليها تهددت. طيب ليه دماغك بيرد بالشكل ده بالظبط؟ من ناحية تطورية أي تهديد لحريتك كان بيتفسر كخطر. لو حد منعك من مصدر مياه أو طريق معين، عقلك كان لازم ينتبه فورا ويحاول يفهم ليه ويحاول يوصل تاني. نفس الآلية دي بتشتغل لما حد يحاول يمنعك من معلومة حتى لو المعلومة نفسها مش مهمة. سنة 2005 الكاتب التقني مايك ماسنيك كتب عن قصة سترايسند دي وسمى الظاهرة باسمها تأثير سترايسند. الاسم علق لأن القصة نفسها بقت مثال كلاسيكي على حاجة كانت بتحصل من قبل كتير بس محدش كان مسميها. وهل الظاهرة دي بتحصل بس مع المشاهير؟ لا خالص. شركات كبيرة حاولت تمسح مراجعات سيئة فبقت المراجعة على كل موقع إخباري. حكومات حاولت تمنع مقال فالمقال اترجم ل10 لغات. حتى ناس عاديين حاولوا يحذفوا بوست محرج فحد فاضي أخذ سكرين شوت ونشره على نطاق أوسع. طيب ليه المنصات بالذات بتخلي الموضوع أسوأ؟ الباحث في علم الشبكات دنكان واتس درس ازاي المعلومة بتنتشر، ولقى إن أي محتوى فيه إشارة ممنوع أو محذوف بيجذب انتباه أعلى من المتوسط. الناس مش بس بتشارك المحتوى، بتشارك قصة المنع نفسها. يعني بقى عندك قصتين بينتشروا مع بعض مش قصة واحدة. وهنا بيجي الجزء اللي مش متوقع. في حالات كتير لو محدش عمل حاجة الموضوع كان هيختفي لوحده خلال أيام. الانتباه البشري محدود، والمحتوى اللي محدش بيهتم بيه بيغرق وسط آلاف المحتويات التانية كل يوم. المنع مش بس بيفشل في إخفاء الحاجة، هو اللي بيديها سبب تفضل موجودة. فآخر مرة حسيت فيها إن لازم تمنع أو تحذف حاجة عشان محدش يشوفها، افتكر إن الفعل ده نفسه ممكن يكون هو اللي هيلفت النظر ليها. مش دايما، بس كفاية إنك تعرف الاحتمال ده موجود. فحد دلوقتي بيحاول يمسح بوست، يحذف صورة، يمنع خبر من الانتشار، وكل محاولة بتخليه ينتشر أكتر. دلوقتي عرفت ليه بالظبط